انت دلوقتي اتكلمت عن التحريم المؤبد زي الام والحما والاخت. طيب دلوقتي مين هم المحرمين تحريم مؤقت؟ طب احنا قلنا، انت شرحنا لك قبل كده التحريم المؤقت يعني ايه. يعني ليا ان انا لا يجوز ان انا اخلو بيها، او ان هي تكشف شيء من جسمها، او امسك ايديها والكلام ده، صح؟ احنا قلنا زي اختك، مم. صح ولا لا؟ مين غير الاخت؟ طيب الدليل، لان الله عز وجل قال ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. رقم اتنين، عمتك او خالتك. ايه ده، هو حرام تتجوز عمتي او خالتي؟ طول ما انا متجوزك. انت فاهمه معايا؟ فاهمة. يعني طيب ايه؟ مؤقت. مؤقت. طب ايه الدليل؟ الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ايه؟ قال لا تنكح المرأة على عمتها او خالص. خالتها. طب يعني انا ينفع اتجوز عمتك او خالتك دلوقتي؟ لا. طب ينفع ان انا اخلو بيها او ان انا امسك ايديها والكلام ده؟ لا. رقم ثلاثة، زوجة الغير. يعني ايه زوجة الغير؟ المرأة متزوجة اتطلقت انقضت عدتها، ينفع اتزوجها؟ ينفع. لان الله عز وجل قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. طيب رقم أربعة، المرأة المطلقة ثلاثا وانتهت عدتها. انت معايا؟ مم. المرأة المعتدة. يعني ايه معتدة؟ يعني لسه في العدة. سواء بقى عدة ايه، سواء عدة طلاق وفاة. او وفاة. اخر حاجة اختم بيها من المحرمات المؤقت، الست الرابعة للي متجوز ثلاثة. فاهمة؟ يعني راجل متجوز ثلاثة عايز يتجوز الرابعة، الست اللي هيتجوزها دي كانت بالنسبة له محرمة تحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت. بس كده خلصت. يا ريت تكون المسألة دي وضحت، وأرجو إن اللي عنده سؤال بخصوص المسائل دي يسيبها في تعليق. ويا ريت برضو أكد تشارك المعلومات، تشترك معانا في القناة العلمية المفيدة دي، لعل الله ينفع بنا وبكم. بس كده خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.